من دون مقدمات، إن قلت لكم بأن دولة عربية ستبدأ في صناعة سيارة محلية سيكون هذا الأمر كافيا لأن نفتخر بهذا الإنجاز. إنتاج أول سيارة محلية الصنع وتقديم نموذج أولي لسيارة تعمل بالهيدروجين من تطوير محلي. مرة أخرى يؤكد المغرب موقعه الريادي في قطاع صناعة السيارات، فبفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أصبحت المملكة رائدة على المستوى القاري وقاعدة عالمية لصناعة السيارات. شتي مازال فرنسا غتوقف على المغرب وشجعنا وكانت لينا فرصه كبيره باش نقدموا له سيارات نيو. وبالمناسبه تشرفنا بوسام كفاءه العاليه لشركه نيو موتور. وهذا الصباح فاش فقنا الجميع الشاب اللي خدامين معنا هنا في الشركه فرحنا. فاش الملك محمد السادس الله ينصر كيبان في شي حاجه ولا كيتافيشا في شي حاجه، خاص تعرف ان ديك الحاجه عندها واحد الاحتمال شبه منعدم انها تفشل. ممتاز ما قلتي عيب، هذا هو المضمون فيك اسيب. هاد السياره نيو تصمات هنايا في المغرب. الفكره بدات في 2016 فاش المغرب استقبل اول شركه غتصنع موتور في المغرب. المغرب هرب علينا هربه تاع 200 سنه. استغلنا هذه الفرصه، قلنا كاين الموتور، كاين الزاج كيتصنع في المغرب، كاين الكابلاج، كنسمعوا شحال من حاجه كتصنع، علاش حتى واحد ما فكر يصوب السياره. وجلسنا بعضياتنا وبقينا كنخمو، وهكذا بدينا بالمنتوج المغربي، بدينا بالموتور المغربي ومن بعد زدنا عليه الشاسي. قطع الغيار ديالها فايتين اكثر من 65% مصممين في المغرب ومصنوعين في المغرب. حيت كاين شي ناس اللي كيقول لك حنا في المغرب كنخفخوا الرويد. لا سيدي، حنا كنصوبوا المحركات وكنصوبوا السيارات وكنسموا السيارات. هنا كنسموها ماشي غير كنصوبوها. واحد الحاجه اللي ما عارفينش المغاربه هي بان راه اكثر من 90% ديال المدير العام ديال الشركات واخا كيكونوا خارجين راه مغاربه. المغرب وما ادراك ما المغرب. وهذا الشيء اللي خلانا نطلعوا هذا المشروع، نطلعوا الانتاج عالي ولا سيكوريتي عاليه في السياره غراس هذا الايكو سيستيم. وهاد الناس هادو اللي الحمد لله اليوم كنعتبرهم عائله ديالي. حاولنا ما يمكن نديروا سياره اللي كتعطي سيكوريتي وفيابيليتي، هي الاولى. عاد طلعنا لا كاليتي ديالها. هنا نؤكد باننا سنواصل مسارنا، احب من احب وكره من كره رغم انزعاج الاداء.